ياسمين صبري تستعرض اليخت الخاص بها من خلال أجازتها مع زوجها. حيث استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري اليخت الخاص بها خلال توجهها إلى إحدى المناطق السياحية، وهو ما تأكد بعد أن نشرت مقاطع فيديو وصورة في جولة بحرية. ولم تكشف صبري عن المكان الذي توجهت إليه، في حين أشار متابعون إلى أن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يبدو أنه قد منعها من تحديد مكان أجازتهما الجديدة هذه الأيام. وجاءت هذه اللقطات أيضا بعدما ظهر الثنائي في صورة جمعتهما، فحظيت بردود فعل واسعة بين الجمهور. وبدا واضحا أن ياسمين وضعت لمسة الأناقة المميزة لها على إطلالة زوجها، حيث ظهر معا بنفس الدرجة للون الأزرق الداكن مع لمسات بسيطة من الإكسسوارات. ولم تكتب الفنانة المصرية أي تعليق على الصورة التي جمعتها بزوجها، واكتفت بوضع أيقونة للقلب الأحمر للتعبير عن الحالة الرومانسية، ورد عليها أبو هشيمة بوضع قلبين باللون الأحمر. وعادة ما تقوم صبري باستعراض ممتلكاتها الفاخرة، وتحديد بعد ارتباطهما بالملياردير المصري. وقال متابعون أن الفنانة لم تظهر بهذه الرفاهية كما تظهر عليها حاليا، فأصبحت تحرص على مشاركة الجمهور بعضا من جوانب حياتها مع شريكها، والتي بدا عليها الاستقرار ومتانة علاقتها وفخامتها به. وأطلت ياسمين صبري في بداية شهر مايو الماضي من داخل قصر الزوجية، ووثقت الصور ومقاطع فيديو فخامته، وقيل أنه أحد أفخم القصور في القاهرة من حيث المساحة والتصميم، ويحتوي على حديقة كبيرة وصالة ألعاب رياضية. أما بالنسبة لإطلالتها فقد ظهرت الفنانة في العديد من الصور مرتدية فساتين وإكسسوارات باهظة الثمن، وأطلت في إحداها وهي ترتدي ساعة قدرها 29,300 دولار، أي ما يوازي نصف مليون جنيه.